تخيلي تمشي تفني عمرك وشبابك في تمارة الكحلة، وتخدمي في الفلاحة والشمس كتشوي لك جلدك باش تعيشي بكرامة، وتعاوني والديك، وتقولي الحمد لله ارتاحيت ولقيت خدمة مستورة في بلاصة دافية، وتكون هذيك البلاصة هي القبر ديالك. هاد القصة اللي نعاود لكم اليوم ماشي مجرد جريمة عابرة، هذه مأساة حقيقية كتقطع القلب. وقعت سنة 2006. البطلة سيدة مكافحة بمعنى الكلمة، في العشرينيات من عمرها، دوزت الجحيم في خدمة الفلاحة والأعمال الشاقة، ما تزوجاتش وما ولداتش، وهبت حياتها للخدمة ووالديها حتى وصلتهم لقبرهم الله يرحمهم. ملي وصلت ل 43 عام الصحة بدات كتقلال والظهر تحنى. واحد السيدة بنت الخير شافت حالتها وقالت فلانة بارك عليك من تمارة ديال العروبية، كاين واحد الحمام في المدينة خاصهم السيدة تقابلو وتنظفو، وكاينة السكنة لداخل ترتاحي فيها. السيدة طارت بالفرحة، قالت الحمد لله ربي عوضني، غنخدم في الظل وغادي نعيش مستورة. دوزت عامين في هداك الحمام، كانت خدامة بنيتها، محبوبة عند الكليانات، كتعامل الصغير كي الكبير بحال خواتاتها. كانت ساكنة في واحد الكارسونية، بيت صغير لداخل في الحمام، فيه كوزينة وطواليت وسرير كترتاح فيه تتحط فيه عظامة بالليل. كانت كتحس بالأمان، الباب مقفول والرزق مضمون، ولكن ما كانتش عارفة بلا الموت كيدور جنب الحمام، وبلا كاين عيون كتراقبها في الظلام وكتسنى غير الفرصة. النهار ديال الفاجعة، النهار اللي توقع فيه الواقعة، مع 7 ديال الصباح، الجو بارد والمدينة يلاه كتفيق. مولات الحمام جات باش تفتح وتستقبل الكليانات الأوائل. وقفت قدام الباب وجبدت السوارت، حلت الباب البراني، دخلت لداخل. الدنيا ساكتة، غير صوت القطارات ديال الروبيني. مشات جيت الغرفة ديال الضحية المستخدمة. فلانة واش فقتي؟ ما كاين حتى جواب. ثقيل، كان ثقيل وكيعمر المكان. مولات الحمام عاودت دقات. فلانة راه السبعة هادي الناس غيبداو يجيو. والو، راه التليفون ديالها كيصوني وتا واحد ما كيجاوب. هنايا الشك والخوف بدا كيتسرب لقلب مولات الحمام. عيطت لواحد السيد خدام تما، قالت ليه طلع شوف من الشرجم الصغير اشنو واقع، ياك ما السيدة مريضة ولا طرات ليها شي حاجة. العامل اللي خدام تما جاب السلوم وحطو تحت داك الشرجم الصغير ديال الالومنيوم، بدا كيطلع درجة بدرجة، وقلب مول الحمام كيضرب. وصل للشرجم، حيد الزاج وطل داخل الغرفة. في ديك اللحظة وجهو تلون وعينيه خرجوا من بلاصتهم، ونطق بكلمة مرعدة: ألا لا، راه السيدة مقتولة والدم في كل بلاصة. البوليس جاو كيجريو وهرسوا الباب حيت كان مسدود بالساروج من برا. غير تفتح الباب ريحة الموت تخلطت مع ريحة الصابون والرطوبة. السيدة مسكينة كانت مرمية فوق فراشها غارقة ببركة ديال الدم. المجرم مرحمهاش، ضربها للعنق والوجه ووجه ليها طعنات وحشية في الكرش، بحال إلا كان باغي ينتقم منها ويسكتها للأبد. الغرفة كانت مرونة، حوايج ملوحين فوق السدادر ومقلوبين، كيبان بلا كانت مقاومة شرسة. الضحية دافعت على حياتها بضفارها وسنانها حتى لآخر نفس. البوليس قلبو مزيان، الصور ديال الحمام ما كاينينش، فلوس اللي كانت كتجمع رزقها وشقاها عمرها ما كاينينش، التليفون ديالها تبخر. السؤال اللي حير المحققين: شكون هاد الشبح اللي دخل الحمام وقتلها وسرقها وخرج وسد الباب وبالسوارج وزاد؟ واش حد براني؟ صعيب حيت الحمام حصن وتا واحد ما يقدر يدخل ليه. وهنايا ملي البوليس عرفوا ما يمكنش الحمام حصن مزيان، ما يمكنش يدخل ليه شي واحد من برا، وهنا توجهت الشكوك على ود العساس الليلي والفرناتشي. مول الفرنة
العساس. الراجل كيبان واقور، جا عند البوليس وهو مصدوم ومساعد، وبدا كيقول لهم انا ما شفت والو، ولكن راه شفتها البارح خارجه مع شي راجل عنده طونوبيل دوستر، وراه كانت كتدخل عندها الرجال في الليل. هاد الهضرة زرعت الشك، واش الضحية كانت عندها حياة سرية، واش داك الراجل الغامض هو اللي قتلها. ولكن الروح عزيزة عند الله، والطب الشرعي كان كيوجد المفاجأة غادا تقلب الطاولة على هاد الشاهد الزور. تحت ضفار الضحية، الضفار ديال يديها لقاو الجلد والدم ديال القاتل فاش كانت كتخربشو، ولقاو آثار بيولوجية للسائل كتدل على أنها تعرضت لاغتصاب وحشي قبل التصفية. شكون مول داك الجلد اللي تحت الضفار؟ وشكون هاد المجرم اللي كان كياكل معاها طرف ديال الخبز وغدا في ظلام الليل؟ الصدمة البيولوجية، سقوط قناع. تحاليل ديال المختبر خرجت وكانت قاطعة وما فيهاش شك. حمض نووي ديال الجلد اللي لقاو، لا دي ان تحت ضفار ضحية، الدليل ديال لا دي ان المقاومة، ولا دي ان سائل منوي خرج كيطابق 100% مع الشخص واحد. شكون هو هاد الشخص؟ هو نفسه العساس اللي كان كيتهمها في شرفها وكيبكي مع الجنازة. نعم، الحارس اللي كان المفروض يحظيها ويحمي المكان هو الذئب اللي نهش لحمها. والاعترافات المرعبة ملي واجهوه بالدليل العلمي. العساس الراجل الكبير ومزوج، طاح القناع والوقر ديالو واعترف بفظاعة، قال ليهم الشيطان غربية كنت طامع فيها جنسيا شحال هادي، وهي كانت صاداني وعاطياني باتساع. في ديك الليلة عرفت بلي الحمام خاوي وما كاين حد. مشيت دقيت عليها في باب الغرفة. الضحية مسكينة ملي سمعات صوتي وانا خدام معاها فتحات الباب بنية حسنة، غير دخلت نقد عليها بحال الوحش. الضحية قاومت بشراسة، داكشي علاش لقاوها مخبشة، خربشاتو في وجهو ويديه، ولكن هو كان مسلح ومجرم اغتصبها بقوة. وملي سالا وخاف تفضحو جبد سلاح ابيض وذبحها بدم بارد، وزاد كمل عليها بطعنات في الكرش باش تأكد انها ماتت. ومن بعد سرق ليها تحويشة ديال العمر كتساوي 11,000 درهم وتليفونها، وسد الباب بالسارود ديالها ومشى نعس في بلاصتو. والصباح ناض كيمثل دور البريء ويتهم الضحية في سلوكها باش يغطي على جريمته. وفي النهاية المجرم تحال على العدالة والملف كان ثقيل. القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والاغتصاب والسرقة الموصوفة وتضليل العدالة، تحكم عليه بالإعدام وضاع هو وعائلته بسبب نزوة حيوانية والطمع. الضحية ماتت شريفة، قاومته حتى لآخر رمق، وضفارها هما اللي جابوا حقها وكشفوا الحقيقة. هاد القصة عبرة باش تعرفوا ما بقات الثقة في حد، حتى في الناس اللي كنشوفوهم في الصباح وفي العشية وكيبانو دراوش. هاد السيدة هربت من تمارة ديال الفلاحة للأمان الحمام، ولكن لقات الغدر كيتسناها. والدرس الأكبر، المجرم يقدر يمسح البصمات، يسرق الدليل، يكذب، ولكن ما يقدرش يمسح إرادة الله اللي خلت الدليل تحت ضفار الضحية. الله يرحمها ويغفر لها. شنو رأيكم في هاد العساس؟ واش الإعدام كافي في حقه؟ أنا في الرأي ديالي كتر باش يبقى عبرة للناس كاملين. وإلا عجبتكم القصة ما تنسوش تبارطاجيوها، وشكرا.